ما تيجوا النهارده نعمل طبق البتنجان ده النهارده. وكمان هقول لكم على طريقه ما تخليش البتنجان يشرب زيت ولا كمان الزيت اللي بتحمري فيه يتحرق. معانا هنا بتنجان طبعا بالكميه اللي انت عايزاها، وزي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده بتقطعيها شرايح زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى بتجيبي البولة عندك وتجيبي معلقه كبيره كده من الثوم، وكمان هتملحيه، تحطي ملح حلو كده، وتحطي كمان حوالي معلقتين من الخل او 3 معالق، وكمان هنحط معلقتين كبار من الملح ومعلقه كمون وفلفل اسمر. وهحط بقى وهنقلبهم مع بعض. بقى كده هحط ميه، لان المحلول ده اللي هنقع فيه شرايح البتنجان، لان طبعا عايزه البتنجان يبقى ليه طعم كده من جوه. انا زودت حتى كمان الملح شويه، وفي نفس الوقت كمان عشان ما يسمرش، بس كمان بيشرب من التتبيله دي بيبقى روعه. وبتسيبيه بقى حوالي نص ساعه كده عشان يشرب من الخليط اللي هو المحلول ده. بعد كده بعد ما هننقعه، بس نزودي بس شويه ميه عشان هنا كانوا قليلين، زودت شويه. وطبعا زي ما قلت لكم ما تنسوش الملح يكون كويس. وبعد كده بقى عشان ما نخليش البتنجان يشرب الزيت، وفي نفس الوقت برضو نحافظ على الزيت لغاية لما نخلص اخر بتنجانية، لان معروف ان احنا ما بنيجي نقلي الزيت بيشرب على طول فتحس وبيتحرق كمان. الطريقة دي حلوة جدا، جربيها. وعندك بقى الطبق هتحط فيه حبة دقيق. وبعد كده بقى بعد ما فات الوقت من نص ساعة كده، سيبيه على قد ما تقدري، نص ساعة ساعة. وبعد كده بتطلعيه من التتبيلة اللي هي بتاعة المحلول الملح، وتحطيه في الدقيق، تعفريه كده زي ما انتوا شايفين، وتنزلي بقايا الدقيق منه. وتعملي بقى كل الكمية اللي عندك دي وتخلصيها وتحطيها على ورق زبدة كده لغاية لما تخلصي كل الكمية. بصراحة بعد ما تشوفوا الفيديو دوت وتجربوها، هتلاقوا نفسكم بتستسهلوها، بتعملوها على طول. زي ما انتم شايفين انا خلصت الكمية كلها. وكمان خلي بالكم كمان ما بتطلعش دخانة كتير في القلية بالنظام دوت. بجيب بقى طاسة كده واحط الزيت بتاعي، وهوريكم الزيت ازاي ان انا حافظت عليه. بعد كده بعد ما خلصت التتبيلة، بصوا بعمل ايه، ببل ايدي يا دوبك بس كده تبليلة بسيطة، وبدوس على الدقيق دوت كده عشان برضو الدقيق ما ينزلش في قلب الزيت ويتحرق. وتحطي بقى في الزيت بعد ما يسخن. كل واحده بتبلها كده بميه في ايديا كده، يا دوبك بس ببلها تبليله كده من الوجهين. وبعد كده انزل في الزيت على طول، ما بحطهاش كده بالدقيق على طول. لا، وكمان بتاخد طعم، كمان التمليح نفسه بالثوم دوت برضو بيدي طعم لغايه اخر وقت. زي ما انتوا شايفين، بصوا حتى الزيت نضيف ازاي وانا بقلبه. لو انت بتحمريه في العادي بتلاقيه الزيت اولا اتحرق وبيشرب كتير، كل شويه تحطي زيت، مع ان هو بيبقى غامق وبيملى كمان الدنيا دخان. لا بصراحه الطريقه دي ممتازه. بس كده. بصوا الزيت، بصوا بعد ما هشيل الطبق، بصوا المنظر، بصوا الزيت لسه زي ما هو نضيف، يا دوبك حاجات بسيطة. وهتخلصي بقى الكمية على كده، تبلي ايدك وتعملي البتنجانية من الجنبين من الوجهين، وتروحي محمرة بقى كل الكمية بتاعتك، والله لغاية اخر بتنجانية وهي محافظة على الزيت بتاعها كنظافة. وبصوا منظرها مقرمش كمان، بص حتى وانا ماسكاها مش طرية. كانت روعة فعلا بمعنى الكلمة. أنا عندي هنا في التلاجة دايما بشيل خليط من التوم على على الفلفل مع حبة ملح، وبحب أعمل خلطة كده في التلاجة بتنفعني لأي تتبيلة. فخدت منها معلقة كده، معلقتين كده كبار، ورحت رشاهم على الوش مع نص ليمونة. وبصراحة كانت روعة. عايزة تحطي كمون على الوش براحتك. ودوقي أحلى بالطبق بتنجان تاكليه جنب أي أكلة عندك. ويا سلام بقى في الشتاء دوت، لو انت تعملي طبق عدس، شوربة عدس، هتبقى آخر حلاوة. جربيه وهيعجبك.